شوف واسمع. بول كيخلع شو اسيت شو اسيت شو خصك تماركي ماركي وسجل. سيداتي سادتي روح رحبوا معايا بالاسطوره ليونيل ميسي، افضل لاعب في تاريخ اللعبه، اللاعب اللي حقق اليوم رسميا لقب الدوري الامريكي في مباراه اللي كانت بلاي اوف ضد الفرقه ديال مولر اللي كان في الباير كلنا كنعرفوه. ميسي جاب الانتر ميامي اول لقب في التاريخ ديالهم كلقب الدوري الامريكي في التاريخ ديالهم اللي تاسسوا في 2018. كنا كنعرفوها بلا ما تقول لي الدوري ضعيف، ولكن نقول لك راه صعيب تجيبو، راه صعيب بزاف. علاش خصك تأيد اسطوره هذا واحد من اساطير كرة القدم عبر التاريخ، اللاعب اللي وصل 407 ديال الاسيست، اللاعب اللي وصل اكثر من ساهم في كرة القدم في التاريخ ديالها، اللاعب اللي اليوم وصل ل 48 لقب، 48 لقب اللي النوادي كاين النوادي ما عندهاش 48 لقب. ميسي عنده 48 لقب كأكثر من حقق الألقاب في تاريخ كرة القدم. نقطة على السطر في تاريخ كرة القدم. إعجازي وأسطورة الإنسان هذا باش من الآخر. اللي برجل واحدة يدي أعلى تقييم في المباراة ويدي جوج الأسيست، اللي برجل واحدة جوج أسيست وأعلى تقييم في المباراة جوج أسيست كاع ما يماركي. قال لك لابورتا ميسي عنده 38 سنة ولا 39 سنة. علاش كنقول لك انا من نهار اللي بان ميسي في مستطيل الاخضر ما كاينش شي نادي يحقق الالقاب قدو. من نهار اللي بان ميسي ما كاينش شي نادي يحقق الالقاب قدو في عالم، في العالم لا بارسا لا مدريد لا باير لا سيتي لا باريس سان جيرمان لا انتر لا اليوفي. ميسي هو اكثر من حقق الالقاب من نهار اللي ظهر ميسي في كرة القدم. شوف كيفاش حول هذا النادي، حولوا قبل ما يجي له كباريس سان جيرمان مركز 15 ملي جاري له في مركز 15. دابا حاليا هو بطل امريكا، بطل الدوري الامريكي. شي حاجه ما كتدخلش العقل، شي حاجه خيال.